كل سنة بنقول الأجازة دي غير ونبقى متحمسين جدا. أول يومين نبقى عاملين خطط كتير وبعدها فجأة نلاقي نص الأجازة عدى واحنا مش فاكرين عملنا ايه أصلا. يومنا بين نوم وموبايل وسهر وفجأة الدراسة ترجع ونقول هو الصيف راح امتى. وعشان كده جمعت لكم 10 حاجات بسيطة ممكن تخلي الأجازة أحسن بكتير. اتعلمي حاجة جديدة، مش لازم تبقي خبيرة فيها ولا تاخدي كورسات غالية، بس اختاري حاجة دايما كنتي عايزة تجربيها. ممكن مونتاج أو تصوير أو حتى رسم، أو ممكن تتعلمي لغة جديدة. تخيلي بعد شهرين تلاقي نفسك عرفتي تعملي حاجة ما كنتيش تعرفيها قبل الأجازة. اعملي حاجة لنفسك المستقبلية. كتير مننا بيقضي الأجازة كلها في الراحة وبس، وده حقنا طبعا، بس حلو ان جزء صغير من وقتك يكون استثمار لنفسك، حتى لو نص ساعة بس في اليوم. اعملي ذكريات. في ناس بتفكر الأجازة على إنها عدد ساعات نوم، لكن الحقيقة ان اللي بيفضل هو الذكريات. صورة حلوة، خروجة بسيطة، يوم ضحكتي فيه مع أصحابك. جربي حاجة أول مرة تعمليها حتى لو حاجة صغيرة جدا، لأن أكتر أيام بنفتكر الأيام المختلفة. رتبي اوضتك. عارفة ان النصيحة دي مملة شوية، بس صدقيني لما المكان حواليك يبقى مترتب نفسيتك بتبقى اهدى بكتير. قللي السكرول اللانهائي. مش بقول تبطلي موبايل، انا نفسي بقعد عليه ساعات، لكن خلي بالك ان ساعة على التيك توك ممكن تتحول ل3 ساعات وانتي مش حاسة. اهتمي بنفسك، مش عشان تبقي مثالية، لكن عشان تحسي انك مرتاحة شوية. عناية بالبشرة او الشعر او حتى شرب مية اكتر. اكتبي اهداف بسيطة، مش شرط يبقوا 100 هدف. اكتبي 3 أو 4 أهداف واقعية تقدري تعمليهم فعلا. قضي وقت مع أهلك. أوقات كتير بنبقى موجودين في البيت لكن كل واحد ماسك موبايله. جربي تقعدي معاهم شوية. الأجازة مش مشروع لازم ينجح، عادي تنبسطي وترتاحي. الفكرة انك تستغليها صح، وانك بس لما الأجازة تخلص تبصي وراكي وتفتكري بجد انها كانت حلوة. متنسوش تكتبولي في التعليقات ايه اكتر حاجة نفسكم تعملوها في الأجازة، وانا هختار تعليقات قلت عليها وبإذن الله طالعة في الفيديو الجاي. بس كده بيكون فيديو النهاردة خلص، وبحبكم جدا جدا واتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك، بس كده. باي.